بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم في استكمال التمارين في الهندسة على درس نظريات المثلث. اتكلمنا عن النظريات واتكلمنا عن النتائج، والنهاردة إن شاء الله هنحل مثالين كده من كتاب المدرسة على درس المثلث. معانا السؤال ده بيقول إن أنا عندي مثلث اسمه أ ب ج. المثلث فيه د منتصف أ ب، وفيه واو منتصف أ ج، وفيه ه منتصف ب ج. يبقى أنا عندي ثلاث أضلاع، في الدال منتصف أ ب، اله منتصف أ ج، الواو منتصف اله منتصف ب ج، الواو منتصف أ ج. هو بيقول لي يا ولاد اوجد محيط الشكل ده له ج واو، اللي هو ده يا ولاد، اللي انا كده هظلله بالاسود. هو عايز المحيط. انا عارف ان محيط الشكل بيساوي مجموع اطوال اضلاعه. محيط اي شكل بيساوي مجموع اطوال اضلاعه. هو انا عشان اجيب مجموع اطوال اضلاعه يعني انا محتاج اجيب الاربع اضلاع، لان الشكل ده شكل رباعي. محتاج اجيب الاربع اضلاع، محتاج اجيب الضلع ده الواو، ومحتاج اجيب الضلع ده اله، ومحتاج اجيب الضلع واو ج. ده الواو يا مستر يطلع بكام؟ يطلع ب 6 سم. وايه السبب يا مستر؟ ان الدال واو نص الب ج. ليه؟ واخدين القطعه المستقيمه دي، طول القطعه المستقيمه المرسومه من منتصفي ضلعين في مثلث، ايه علاقتها بالضلع الثالث ده؟ بتساوي نص طول الضلع الثالث. يعني الضلع ده لو ب 12 يبقى ده ب 6، الضلع ده لو ب 10 يبقى الضلع ده ب 5. يبقى انا عرفت ان انا جبت. وعندي الدال ه نص الالف ج. طب ما الالف ج ب 10 يبقى الدال ه ب 5 سم. عندي هنا عايز اجيب اله ج. طب اجيب ازاي اله ج يا مستر؟ ما انا عندي اله منتصف الب ج، والب ج كلها ب 12 يبقى نصها 6. وعندي الواو منتصف الالف ج، يبقى الواو ج بس ب5 لان الالف ج كلها ب10. انا عندي الاربع اضلاع، جبت الاربع اضلاع عشان اجيب المحيط اجمع الاربع اضلاع. بس الكلام ده طبعا كلام شفوي. لما اجي اكتب البرهان همسك انا الضلع دال واو، اول ما همسك اول ضلع اللي هو الدال واو، اوله دال واخره واو، يبقى اقول الدال منتصف. خلي بالكم معايا كده يا ولاد. اول حاجه هقول له بما ان الدال منتصف أ ب، والواو منتصف أ ج، الواو منتصف أ ج. إذن إيه علاقة الدال واو بالب ج؟ يبقى الدال واو بيساوي نص، الدال واو يساوي نص الب ج، يبقى بيساوي نص الستة، نص ال 12 آسف، نص ال 12 يساوي 6 سم. نمسح دي كده. نص ال 12 6. تمام؟ يبقى أنا كده جبت مين؟ جبت الدال واو. طيب هدخل على الدال ه، أقول الدال منتصف أ ب أهو، بما أن الدال منتصف أ ب، أنا بتكلم عن دال وه، والهه منتصف ب ج، والهه منتصف ب ج، يبقى الدال ه نص الألف ج، يبقى الدال ه بيساوي نص الألف ج، يبقى بيساوي نص ال10 بيساوي 5 سم. بدي ممكن ده رقم 1 وأدي ده رقم 2. اللي أنا عملته في الدال واو والدال ه باجي لي ه ج وج واو. اله ج ب6 ليه؟ لأن أنا عندي اله منتصف ب ج كلها. يعني أقول له كده بما أن اله منتصف ب ج و اله ج بيساوي نص الب ج، لان الب ج كلها ب 12 يبقى نصها 6. يبقى اقسم اله ج اقول ايه؟ 12 على الاثنين فيها 6، وادي دي رقم 3.
باقي لي ضلع واحد من الاضلاع الاربع اللي هو الواو جيم. انا عندي الالف جيم كلها ب10، يبقى الواو جيم ب5 لان الواو دي منتصف الالف جيم. اقول كده بما ان الواو منتصف الف جيم، الواو منتصف الالف جيم، اذا الواو جيم بيساوي نص العشرة، بيساوي 5 سنتي، وأديها رقم 4. جبت الضلع الأول طلع ب6، جبت الضلع الثاني طلع ب5، جبت الضلع الثالث طلع ب6، جبت الضلع الرابع طلع ب5. أقول له كده محيط الشكل دال ه جيم واو، دال ه جيم واو دال ه جيم واو يساوي أول ضلع جبته ب6 زائد تاني ضلع جبته ب5 زائد تالت ضلع جبته ب6 زائد رابع ضلع جبته ب5. طبعا ادي 6 و5 11، 11 و6 17 و5 22 سنتيمتر. وبكده انا جبت محيط الشكل. ده كان السؤال الاول. ادخل بعد كده على السؤال الثاني. السؤال الثاني مديني شكل اهو، وبيقول لي الف د يوازي ب ج اهو يا ولاد. الف د ده بيوازي ب ج. الف د نص ب ج، الف د ده اهو بيساوي نص ب ج. لحظه برضو ايه اوضحها لكم اهو يا ولاد. ادي الالف د نص ب ج، والهي منتصف د ب، الهي دي منتصف د ب، والواو منتصف د ج. انت عايز ايه؟ قال لي اثبت ان الشكل الف ه واو د متوازي اضلاع اهو يا ولاد. الف ه واو د، عايزك تثبت له ان الشكل ده متوازي اضلاع. طب مستر انا لو قدرت اثبت ان الالف د بيوازي اله واو والالف د بيساوي اله واو، يبقى الشكل متوازي اضلاع. ليه؟ لان انا من خواص متوازي الاضلاع كل ضلعين متقابلين متوازيان ومتساويان في الطول. يعني انا عايز اثبت ان الضلعين متوازيين ومتساويين. طب امسك معايا المثلث ده، امسك معايا المثلث ده اللي هو د اهي يا ولاد ب ج اهو. المثلث ده امسك معايا المثلث ده كده، وهقول لك هنعمل ايه فيه. اول حاجه هقول له في المثلث د ب ج، د ب ج، هقول له بما ان اله منتصف د ب، بما ان اله منتصف د ب فاصله، والواو منتصف د ج، والواو منتصف د ج. ايوه استفاد ايه؟ ان اله واو بيوازي الب ج، اله واو بيوازي الب ج، القطعه المستقيمه المرسومه من منتصفي ضلعين في مثلث توازي الضلع الثالث. يبقى اقول له كده اذا اله واو بتوازي الب ج. طيب ما انا عندي كمان الب ج بتوازي الالف د، انا عندي الب ج بتوازي الالف د. طب يا اولاد لما يكون اله واو بتوازي الب ج والب ج بتوازي الالف د، طب ما يبقى الالف د واله واو متوازيين، يبقى اقول له اذا الالف د بيوازي اله واو، وادي العلاقه ديت رقم 1. تاني خلاصه انا ثبت ان اله واو بيوازي ب ج، وهو اصلا عندي الب ج بيوازي الالف د. طب لما يكون اله واو بيوازي ب ج والب ج بيوازي الف د، يبقى الالف د واله واو متوازيين اهو يا ولاد. ثبت ان الالف د بيوازي ه واو. ارجع كمان اثبت له ان الالف د بيساوي اله واو. طيب انا ثبت ان اله واو يساوي نص ب ج، مش بس بيوازيه. يعني اقول له كده بما ان اله واو بيساوي نص ب ج
وهو مديني في المسألة إن الألف دال بيساوي نص ب ج. ركزوا معايا، اللي هو واو بيساوي نص ب ج. الألف دال هو اللي مديهاني النص ب ج، يبقى أقول له إذا الألف دال والهيه واو بيساووا بعض، أدي نص ب ج وأدي نص ب ج، يبقى الهيه واو أقول له كده إذا الهيه واو بيساوي الألف دال، وأدي العلاقة ديت رقم 2. كده أنا أثبتت له إن الألف دال بيوازي هيه واو، وأثبتت له إن الألف دال بيساوي هيه واو. إيه الشكل الرباعي اللي فيه ضلعين بيوازوا بعض وبيساووا بعض؟ هو متوازي أضلاع. يبقى أقول له كده من واحد واثنين. إذن الشكل ألف هيه واو دال، ألف هيه واو دال، ده كده متوازي أضلاع. وبكده يا ولاد يبقى انتهينا من حل تمارين كتاب المدرسة على الدرس ده، لأن احنا شرحناه ولكن اتبقى معانا السؤالين دول حلناهم. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.